ربيناهم على الحب ولكن الزمن رباهم على الجراءة. بنسمع ألفاظ من ولادنا ما كناش حتى بنفهم معناها واحنا في سنهم، ألفاظ جريئة وألفاظ لا تليق بينا ولا بتربيتنا لولادنا. الألفاظ الجريئة اللي المفروض ما تتقالش بقينا نسمعها، بقت شيء عادي جدا نسمعها في المدرسة، في الشارع، وكمان في البيت. ولو جينا نعترض على الكلمات دي يقولوا علينا دقة قديمة، نكديين، ما بنعرفش نهزر. هو فين الهزار في ده؟ فين القيم؟ فين المبادئ؟ فين الأخلاق اللي اتربينا عليها؟ طب مين اللي وصل ولادنا للدرجة دي يا دكتور؟ السماع المستمر، بيسمعوا من أي حد وبيسمعوا أي حاجة تتقال. المفروض إحنا ما كناش انشغلنا عنهم عشان نوفر لهم حياة أفضل، لكن الأفضل من كل حاجة هو وجودنا جنبهم. طب نعمل ايه يا دكتور ونقدر نرجعهم تاني ازاي؟ طبعا نقدر، بس نبدأ وبسرعة وما نستعجلش النتيجة. زي ما بتجروا بولادكم لما بيتعب بأي حاجة، اجري بيهم لتعديل السلوك لمختصين يعرفوك ازاي تتعامل معاهم، وما تستعجلوش، بس هنوصل لنتيجة ان شاء الله مرضية للجميع. ولادنا هم اغلى حاجة في عمرنا.